لما بنوصل بقى كان في مدرستنا 3 بوابات، بوابة 1، بوابة 2، وام مصطفى بيوقفونا فيه موازيين للشمس عشان تتعامد علينا. فاكريننا رمسيس. قبل اي حاجه شكرا جدا على الدعم الفتره الاخيره. احنا دلوقتي تقريبا داخلين على 10000 مشترك على اليوتيوب وحوالي 40000 على تيك توك برضو، فحبيت اشكركم قبل ما ابدا. وبما ان الفيديوهات اللي من النوع دوت عجبتكم فممكن نكتر منها الفتره الجايه. اهم حاجه بس تتفرج وانت عامل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك العظمه اللي بنعملها اول باول. ويلا على طول نبدا في كميه العشوائيه اللي هنقولها النهارده دي. زمان كنا بنصحى متقدرين وقرفانين من عيشتنا عشان نروح مكان محدش عارف هو بيروحه ليه، ولا فاهم هو ايه اللي جابه، ولا هيستفاد ايه منه، ولا فاهم هو عايش ليه اصلا. بنروح في طريق ابن بطويل فشخ، وطبعا على رجلينا علشان مفيش حد في مدرسه حكومي معاه فلوس يروح مواصلات. وحتى لو في حد معاه فلوس ان هو يروح مواصلات، يعني كانت وسيله المواصلات الوحيده عندنا كانت طيب هو ما كانش فيه برضه وسيله مواصلات بصراحه، يعني في المنطقه اللي احنا كنا ساكنين فيها، فكان الحاجة الوحيدة اللي بنركبها هي رجلينا. لما بنوصل بقى كان في مدرستنا 3 بوابات، بوابة 1، بوابة 2، وام مصطفى. تتوقعوا بقى كنا بندخل من انهي بوابة؟ صح، ام مصطفى. مين ام مصطفى بقى؟ والله ببساطة ام مصطفى دي كانت شغالة في المدرسة عندنا كل حاجة، وغالبا هي شغالة لغاية دلوقتي اصلا. وملحوظة بوابة دي مش مهنة، هي حرفيا بوابة. فكان عندها اوضه كده بتقعد فيها، دي بقى بتلاقي فيها اي حاجه. ممكن تلاقي فيها كتب مقطعه، طبق فول، بواقي بني ادمين، ابو مصطفى. المهم هي كانت بتقف على البوابه، واللي تلاقيه مخالف كانت بتدخله الاوضه دي، وربنا لوحده اللي يعلم الولايه دي كانت بتعمل فيه ايه ساعتها. يعني ما اظنش ان حد دخل ونجا من هناك. ده انا حتى كنت بسمع انها بتاكل الطلاب لمصطفى. وحتى لو نجيت من الولايه ديت فانت بقى هتدخل على اوسخ حاجه ممكن طالب يشوفها وهو لسه صاحي من النوم، الطابور. طابور ابن بيوقفونا فيه موازيين للشمس عشان تتعامد علينا. فاكريننا رمسيس، ونقعد نعمل في تمرين اقسم بالله ما ليها لازمه في الدنيا. وفي نص الطابور بقى بيجي الفقره المحببه لقلبي، الاذاعه المدرسيه اللي بيقولوا فيها اللي بيتقال كل يوم، نفس المعلومه بنفس الطالب بنفس اللبس بنفس الطريقه بنفس هل تعلم اللي بيبقى حافظها من اول السنه وما بيقولش غير ابوها. هل تعلم ان الحمار الوحشي مخطط. يا اسطى بس بقى. وبعدها بقى طبعا تحية العلم، ودي مفيش بصراحة تعليق كتير عليها غير الواد اللي ربنا ما يسامحه اللي كان بيستعرض خفة دمه على ميتين ابونا كل يوم، اللي طبعا موجود في كل المدارس. اللي بيحيي العلم بيبقى بيقول تحيا جمهورية مصر العربية، جمهور قايل وراه 1 فول و2 طعمية. يا عم غوري العلم. وبعدها بقى بنطلع الفصول. وبالنسبه لحكاوي الفصول فانا عندي منها كتير، ودي حرفيا ممكن تتعمل فيديو لوحدها، فمش هطول كتير فيها بصراحه. عندي بس ملاحظه بسيطه كده في النزاهه والديمقراطيه اللي بتخر من المدرسين في اختيار الامين او رائد الفصل. كان المدرس بيدخل بيقعد بيقول مين عايز يبقى امين الفصل. طبعا الطلاب كلهم بيرفعوا ايديهم، وساعتها بقى المدرس بيغمض عينه وبيختار عشوائي. فاكرها قرعه مستر، هو مش المفروض يكون في انتخابات؟ هو مين اللي سمح لابن الكلب؟ وبعدها بقى نيجي للفسحه، بس اعتقد الباقي هيبقى في الجزء الثاني. اشترك في القناه عشان لما ينزل الجزء الثاني تشوفه على طول. وبس هو ده كان فيديو النهارده، فيديو خفيف لطيف. بشكركم مره تانية على الدعم، واتمنى الايام الجايه يكتر اكتر واكتر باذن الله. متنساش اللايك والسبسكرايب، وبس سلام.